السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما ابتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. هنعمل مع بعض مربى التين بأنجح طريقة، قوام وطعم ولون حرفيا أحلى من بره. إن شاء الله الطريقة هتعجبكم جدا. كفاية إن ما فيهاش مواد حافظة. هقول لكم بقى على السكر المظبوط للمربى وأقول لكم طريقة التسوية. معايا 2 كيلو ونص تين، هحط عليه كيلو الا ربع سكر، يبقى 2 كيلو ونص تين هضيف عليه كيلو الا ربع سكر. لو عندك بقى 3 كيلو تين هتضيفي عليه كيلو سكر. طبعا هجيب التين اغسله كويس جدا جدا وهشطفه طبعا واعقمه، وبعد كده هحوش القمع اللي فوق بتاع التينية بالسكينة يعني، وهفتح كل تينية هفتحها واقطعها. وطبعا ايه، بيبقى فيه تين عندك بيبقى سليم بيبقى بايظ، يعني التين مش معناه ان مقفول ما يكون ما فيهوش اي حاجه يعني. خلي بالك بيبقى فيه تين سليم بيبقى مثلا ايه حمضان، بيبقى في حاجات بتبقى مش كويسه. فخلي بالك، فقطعي التين وشوفي ايه لو في حاجه مش مظبوطه او حاجه مش كويسه ارميها طبعا. طبعا هضيف السكر على التين بعد ما اقطعه، وهحطه في التلاجة مثلا ايه قبلها بيوم او لمده 4 ساعات، علشان ايه ينزل التين مع السكر ينزل الميه بتاعته، فبتسهل عمليه التسويه. طيب انا مش هسيبه قبلها بيوم ومستعجله على التين، خلاص حطي السكر وحطي عليه نص كوبايه ميه وارفعيه على النار. تمام. انا هنا سبته معايا قبلها بيوم، فبوريك ان ينزل ميه ايه، التين مع السكر ينزل ايه ميه كده ايه، زي الشربات يعني. طبعا هرفعه على النار. النار طبعا الاول هتكون عاليه، هياخد معايا اول غلوه، وبعد كده ههدي النار لاقل من المتوسط. النار هتكون معايا اقل من المتوسط. طبعا اي ريمه هتطلع معاكي شيليها، يعني اي ريمه تطلع معاكي على وش المربى شيليها، عشان ايه بتاثر في عمر المربى يعني. تمام. بعد مرور بقى نص ساعه من التسويه هضيف معايا ليمونه، عصير ليمونه او ربع معلقه صغيره ملح ليمون، يعني اي حاجه من الاتنين يعني، يا ربع معلقه صغيره ملح ليمون يا تضيفي ليمونه بحلى بعد مرور نص ساعه. وطبعا في خلال النص ساعه طبعا ايه رايحه جايه اقلب في المربى عشان ما تتحرقش معايا او تتلسع معايا من تحت. طب انا عايزه اعرف التسويه ظبطت معايا ازاي او استوت معايا ازاي. طبعا بعد ما اضيف الليمون هشوف معايا القوام التين. طبعا التين بعد تلت ساعه من التسويه يعني هتلاقي المية اللي هي زي الشربات، يعني مية التين بتبقى في الأول خفيفة. بعد بقى مرور نص ساعة ب10 دقايق 40 دقيقة يعني هتلاقي التينية بقت شفافة معاكي، يعني ايه دبلانة خالص. والمية هي زي ما بوريها لكم هتلاقي ايه مقربة كده للشربات. بعد كده المربى هتبرد معايا خالص، هضربها بالهاند بلندر او في شفشق الخلاط. طب عايزاها قطع يبقى اضربها النص ايه نص ضربه زي انا بحبها ايه، اضربها نص ضربه. طبعا عبيها في برطمان او في اي حاجه نظيفه معقمه. وادي المربى معاكي سكرها مظبوط جدا ما يجزعش، وسكرها حرفيا مظبوط بالشعره. اللي وصل لحد هنا بقى لايك حلو من ايديكم الحلوه، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. واسيبكم في حفظ الله، مع السلامه، مع الف سلامه.